السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم كلمتين بخصوص الأخ سعد، بتاع الأقصر، اللي هو اتضرب بالكف من عمرو دياب. هو يعني أولا يعني يا جماعة أنا هحكي عن نفسي. الفرق بين جمال سليمان النجم السوري واللي هو عمرو دياب. طب يا جماعة أنا كنت شغال سكيورتي، أمن سكيورتي في يعني في جراج، على مدخل جراج. فاتفاجأت إن معدي من قدامي الفنان جمال سليمان. طبعا كلنا عارفين الفنان جمال سليمان اللي هو نجم مسلسل حدائق الشيطان، ومسلسل سيدنا السيد، وليه بصراحة مسلسلات بيطلع في أدوار صعيدي كلها ناجحة ما شاء الله، وأنا بصراحة من أشد معجبينه. فلما لمحته كده فأنا بقيت منبهر وببص عليه جامد كده، يعني انا نفسي اتصور معاه لكني ما طلبتهاش. فهو اول ما لمحني ان انا ببص عليه جامد كده راح ابتسم وشاور لي كده، قال لي تعال. قلت له معلش يا استاذ جمال بعد اذنك ممكن صوره؟ قال لي اتفضل يا حبيبي تعال. وخد صوره الراجل يعني، وكان مبتسم وبكل ادب واحترام بنده على صاحبي عشان ياخدنا صوره، يعني بديله التليفون صاحبي اللي هو السكيورتي الامن معايا يعني. اديت له التليفون بقول له خد صورني صوره مع الاستاذ جمال سليمان. فمسك التليفون بالمقلوب يا جماعه، يعني مسك التليفون بدل ما يصور صوره كده بالمعدول قلب التليفون. فالفنان جمال سليمان قعد يضحك وابتسم قوي يعني. قلت له ركز ركز يا اخ محمد مكي، كان صاحبي هو يعني. ففضل يضحك والله، وانسان محترم جدا وانسان خلوق جدا. فبص يا اخ سعد، يعني رسالتي للاخ سعد اللي هو اتضرب بالكف ده، انت راجل صعيدي، احنا مش بتاعتنا التطفل على الناس مهما كانت. يعني انت الصوره دي مش هتدخلك الجنه، الصوره اللي انت عايز تاخدها دي مع عمرو دياب مش هتدخلك الجنه. واصلا يعني ايه الهادف ولا ايه المفيد اللي بيقدمه اصلا عمرو دياب عشان انت هتتجن على صوره معاه؟ يعني انت بتشده من الجاكيت بتاعه هتتجن على صوره معاه. ليه يعني؟ هي الصوره دي هتدخلك الجنه؟ لا مؤاخذه يعني، مش كده يعني. وبعدين الحاجه اللي ما تجيش بعزه النفس تغور في داهيه، الحاجه اللي ما تجيش بعزه النفس تغور في داهيه. انت راجل صعيدي لازم يكون عندك يعني حمو دم كده، وعندك طبع الرجوله كده يعني. انا مش فاهم يعني. وبعدين اتضربت بكف، لا انت عرفت ترد وتاخد حقك في وقتها، غير سكت ومشيت يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه يعني. هي بما يرضي الله يعني تطفل منك بصراحه. اي حد عنده عزه نفس وعنده كرامه ما ياخدش حاجه بالغصب. انا حاسس انك انت عايز تاخد الصوره دي بالغصب منه. فليه التطفل يعني؟ ليه لو ما جاتلكش الحاجه بعزه النفس ما تاخدهاش؟ وبرضه يعني مش معنى كده ان انت بس اللي غلطان والاخ التاني اللي عمرو دياب ده برضه غلطان. انت حد من محبينك وعايز ياخد صوره معاك، يعني توصل لدرجه ان انت عصبي، لدرجه ان انت مش حامل الجمهور بتاعك اللي بيحبك. هو ده شخص بيحبك يعني بيجري وراك عشان يتصور معاك، تصدم وانت بكف على وشه؟ ليه يعني؟ ليه الافتراء ده يعني؟ فين الاخلاق الفنان اللي هو انسان؟ انت المفروض تكون انسان قبل ما تبقى فنان ومشهور و... ليه يعني الغرور ده والتناكة دي يعني؟ خلاص هو عشان عايز ياخد صورة بالكف على وشه؟ ليه يا عم الافتراء دي؟ وغيره وغيره، مش الموقف ده بس. السواق بتاع عمرو دياب اللي بيقول عليه فين الحيوان بتاعنا وهو ماشي؟ ايه يا عم، هو السواق ده مش بني ادم؟ السواق ده مش انسان؟ انت تفرق ايه عنه؟ افترى بصراحة يعني. حسبي الله ونعم الوكيل يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.